من شاب متدين وولد الناس المتحول وصاحب اكبر شهادات في الويب المغربي ادم بن شقرون. صباح الخير. واخا ما كاين لا خير لا التلعبه. اكفت ديال دات عندي البارح الدرس كتحرقني. اصعب حريق هو ديال الدرس، الناس اللي مجربين غادي يعرفوا. فقت الصباح بكري ما مشيتش للمدرسه، نضت نصلي ماما يتقبل. هنا لقيت ماما مسكينه الله يخليها لي، لقيتها حاطه لي الفطور، فطرت مورا مشيت لبيتي ديريكت نشوف الحوايج اللي نلبس. اختاريت هاد اللبسه، المهم قولوا لي واش عجباتكم في الكومونتيرات، ندير لكم العاب خفيفه و تمام. عيد مبارك سعيد. اللي كيبقاو يقولوا لي عيد مبارك وكدوزتي العيد ولا شي لعبه، انا العيد من نهار ما توفى ما تحفزت عيد. تفت العيد مشى مع بابا الله يرحمه، كنت كنمشي انا وياه نشريو الحاولي دورو نضحكو. هذه هي الحياه. نقدر نقول لكم كون كان كاع منكم بحال هكا. انا مشيت واحد الطريق خايبه، كندير شي حاجات اللي خايبين، خرجت على راسي درت بزاف د الحاجات. يا واش العشرة لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنحكيو فيه القصه ديال ادم بن شقرون اللي كان صانع محتوى ديني وفجاه ولا صانع محتوى اباحي، وغنهضروا حتى على الموقع اللي دار، الموقع اللي كيبيع فيه الشرف ديالو. ولكن قبل ما يبدا هذا الفيديو بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم المستمر، وبغيتكم تدوزوا عندي الانستغرام ديالي اللي فيه غتبقاو تعرفوا امتى الفيديو الجاي وشنو الموضوع. والا كنتي جديد معنا في هذه القناه خلي سبسكرايب باش تنضم للعائله ديالنا، وكيف ما ديما خلي كومونتير فيه فركوس باش ناخذ لكم شي سكرين وندوزوه في الفيديو الجاي. بغيتكم تبلبلوها في لي كومونتير، ويلا نبداو في الفيديو. اليوم ماشي جاي نحكي على تيك توكر عادي، اليوم غادي نهضر على قصة سقوط، حكاية ديال ادم بن شقرون. واحد الشاب بدا من والو وطلع على ظهر الدين والاخلاق والكلام الزوين، ولكن في وسط الطريق طيح راسو في واحدة من اكبر الفضائح اللي شافها المغرب في السوشيال ميديا. ادم ماشي غير دار فيديو ولا تسربات، ادم دوز الخطوط الحمراء كاملة، ومن بعد قال سمحوا لي كنت باقي صغير. سلام، هذا الفيديو درته باش نعتذر من المغاربه على الفضيحه، على الشوهه، على اي حاجه نتجت مني، حيت فريمون غلط وانا عارف راسي غلط. حيت ما عارفش انا لحد الان باقي ما عارفش شنو كندير، حيت باقي صغير، مراهقه، شوهه. عارف راسي دمرت المستقبل ديالي، خرجت على عائلتي، خرجت على ماما، على خوتي، على بزاف د الحاجات. حيت ما لقيتش واحد السند لا يكون في الجنب ديالي، ما لقيتش واحد الاب، واحد السند، واحد الاخ لا يكون في جنبي لا غيوجهني شنو ندير شنو ما نديرش. حيت انا ما عارفش واش كندير، انا باقي صغير، باقي ما عارفش اش كندير. ولكن واش الندم كافي؟ واش الاعتذار كيرجع الثقه؟ واش الشهره كتغلب التربيه؟ خلينا نرجعوا للبدايه. البدايه ديالو شاب متدين محبوب وولد الناس. ادم بن شقرون بدا تيك توك ديالو بمحتوى ديني توعوي بسيط، كيتكلم بطريقه خفيفه على الله، على الاخره، على بر الوالدين، وكان كيقول كلام كيريح، كلام ديال القلب، حتى ولاو الناس كيتبعوه على جوج اسباب: الصدق والبساطه. شكرا بزاف، عجبني التضامن ديالكم معايا ولي كومونتير ديالكم الزوينه. بعد ما بدلت المحتوى وبديت كندير لكم واحد المحتوى اللي نقي وفيه بزاف ديال العبر، وفيه واحد الحاجات اللي فيهم بزاف ديال الحاجات اللي غيموتيفو الدراري الصغار. بحال مثلا الصلاه، مثلا كاين دراري صغار يخرجوا فيه كيشوفوني كندير الغنا غينوضوا يديروا الغنا، دراري صغار اخرين يشوفوني كنصلي غينوضوا حتى هما يصليو. انا المغزى ديال من هذا الفيديو هادشي كامل هو الموتيفي بزاف ديال الدراري الصغار باش يوليو يصليو، ما يخسروش الهضره، يحفظوا وبزاف د الحاجات. كان فعلا كيبان ولد الناس عنده اخلاق، عنده هدف، وكانوا الناس كيشوفوا فيه النموذج ديال ولد الشعب اللي بدا من الزيرو وطلع بالحلال. اللايفات ديالو كانت زوينه، الردود ديالو كانت مهذبه، والمحتوى فيه واحد الطاقه ايجابيه خلات بزاف ديال الشباب يقولوا كنبغي نكون بحالو. ولكن الشهره راه ماشي غير لايك وكومونتير، النقطه اللي تقلبات فيها الطاوله. منين بدات الشهره كتكبر بدات حتى العروض كتجي، اجي دير اشهار، زيد دير محتوى ديال علاقات وغرام. اخرج عليا، انا اصلا كنت ناويه نروح. باي بديعه جيبي لي حوايجي.
بدا ستايل كيتبدل، الهضره كتخرج من الدين وتمشي للتجارب الشخصيه، والناس بقاو كيقولوا هذا راه ماشي ادم اللي كنا كنعرفو. ولكن الشيء اللي ما كان حتى شي حد متوقعه هو ان ادم حسب بزاف ديال المصادر دار صفحه في موقع معروف بالمحتوى الاباحي، وكان كينشر فيها مقاطع خاصه كيطلب عليها الفلوس، وكانه كيدير مشروع، ولكن مشروع اللي كيبيع فيه الجسد ديالو والكرامه والشرف. الناس ما تيقوش، بداو يقلبوا وكل نهار تخرج معلومه جديده، فيديوهات مخله، محتوى مهين واعترافات غير مباشره، وفجاه القناع طاح. الام هي الصدمه الحقيقيه، لكن اقوى لحظه ماشي لايف ولا تسريب ولا الشتم، اقوى لحظه كانت منين الام ديالو خرجت وقالت ماشي ولدي هذا. كتمشي حمار ياك وانا سخط عليك الدين ديما الدنيا واخيرا غنمشي الصحافه غنسخط عليك على المالين تفطوره تاعي ولا تحشيله غادي تقول الترابيه ديال كانوا ولا شاد مصوره كتبان انا اللي مصيفطاك الحق كتكتب في قلبهم وريتيهم ياك هذا هو ادم تقول لي جارو هنا كنت كتبعك ولكن هادو عمرك ما تشوفوا. السيده اللي كانت فرحانه به، اللي كانت كتشوف فيه النور، تبرات منه، ماشي غير معصبه ولكن قالتها بكل اريحيه وبكل صراحه. الشي اللي دار ماشي من تربيتي، ماشي من قيم العائله. ادم خرج كيطلب السماح، كيبكي، قال ما لقيتش اللي يوقف معايا، ما لقيتش بابا، خوتي، حتى واحد، انا مازال صغير. ولكن واخا تعيط وتبكي الوقت ما كيرجعش للور. ما عارفش انا لحد الان باقي ما عارفش شنو كندير، حيت باقي صغير، مراهقه، شوها، حيت ما لقيتش واحد السند لا يكون في الجنب ديالي، ما لقيتش واحد الاب، واحد السند، واحد الاخ لا يكون في جنبي لا غيوجهني شنو ندير شنو ما نديرش. الهروب لتركيا واللجوء لصوفيا طالوني، ادم اختار يهرب، مشى لتركيا بحال كيقول نبدل البلاصه باش نبدل راسي، ولكن نسى ان الانترنت ما عندوش زر ديال النسيان. ومنين وصل اتصل بصوفيا طالوني، شخص اللي هو بحد ذاته عايش في داك الشيء، ولكن الغريب صوفيا فتح ليه الباب، دار معاه لايف وخرج كل شيء. قال ادم دار صفحه وكان باغي يستغل حتى قصه ديال الاعتداء في السعوديه باش يربح الفلوس، ما رحمش ما زوقش، قالها بالحرف. ادم باع كل شيء وبغى يربح من الفضيحه. شي واحد تخاصم معاه ناضز لي فيديوهات ديالو وشوهم. من بعد دخلت عليه في الانستغرام، صيفط لي ميساج وهضرت معاه، كنهضر معاه تقول لي ادم الا بغى هو ان شاء الله، ادم شوف انت باقي صغير، انا مستعد نوقف معاك، خذ لك شي دبلوم، تعلم لك اللغات. عنده ام غير صالحه، الأم غير صالحة دفعته للهاوية. الناس تفاعلوا، ولكن الكلمة الأخيرة كانت قاسية. الناس بداو يقولوا مسكين باقي صغير خاصنا نسامحه، ولكن الأغلبية قالت ثقة ما كتباعش وآدم خسرها. ماشي فقط كتيك توكر، خسر راسو، خسر صورته، خسر احترام الناس. النهاية عبرة ماشي غير لآدم ولكن لينا كاملين. آدم بن شقرون دابا ولا قصة كتقول لينا منين كتقلب القيم على ود المشاهدات النهاية كتكون مظلمة. فاش الأم ترفضك، فاش العائلة تسد بابها، فاش الشهرة كتولي لعنة، راه خاصك توقف وتراجع نفسك وتبكي بالصح، ماشي قدام الكاميرا ولكن قدام المرايا وقدام ربي. الرسالة الأخيرة، إذا كنتي كتحلم بالشهرة تعلم من قصة آدم، كون مشهور بالقيمة ماشي بالقوالب، كون مؤثر بالحق ماشي بالبوز، وما تنساش كرامتك أغلى من أي لايك وأخلاقك أكبر من أي ترند. وهنا غنكون وصلنا لافين ديال هذا الفيديو. ما تنساش إلا عجبك الفيديو تخلي لي واحد لايك، وبغيتك دابا تهبط لي كومونتير وتكتب لي علاش بغيتي نهضروا في الفيديو الجاي، وتهلاو.